لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه. ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. الآن رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة ضالون لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما واجب إحراق فتح الباري؟ سبحان الله. فإني أقول لهم بلسان الحال وبلسان المقال أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله. فأنا أقول غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. أنا قد بدأت في طلب العلم، وبدأت في قراءة شرح صحيح مسلم للنووي، فقال لي أحد طلاب العلم لا تقرأ في هذا الشرح، وكذلك لا تقرأ في شرح ابن حجر لأنهم مبتدعة ضلال ويستحقون أن تحرق كتبهم. فما هو الرأي في هذا؟ هذا الكلام لا يقوله إلا المتطرفون الذين يفجرون في الشوارع، وهذا من كلامهم. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا في الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمهما الله، فهما إمامان جليلان ومحدثان وفقيهان، ونفع الله بكتبهما وعلومهما، والعلماء ينقلون عنهما ويستدلون بأقوالهما، حتى يأتي هذا المتنطع فيصفهما بالضلال. هذا من أقبح الكلام والعياذ بالله. وعليك بالقراءة في كتب هذين الإمامين وغيرهما. ولكن يا أخي ما تكفي طلب العلم، ما يكفي المطالعة، لا بد أن تقرأ على المشايخ، تتلقى العلم من المشايخ، وأن تقرأ الكتب على المشايخ، ما تقرأها على نفسك، لأنك مبتدئ، وقد يكون هناك كلام لا تفهمه أو تفهمه خطأ تظنه أنك فهمته وأنت ما فهمته، فلا بد من تلقي العلم عن العلماء. نعم. ظهر في هذا الوقت رجل لا يرى عالما ولا داعية إلا قدح فيه وحقره وذمه، ويقول إن ابن حجر والنووي والذهبي ليسوا بأئمة بل هم مبتدعة، فكيف الرد على هذا وأمثاله؟ هذا ما يرد عليه، هذا مهبول، ما يرد عليه، هذا اتركوه بس. نعم. هل الإمام النووي وابن كثير وغيرهم أشاعرة ولا يجوز أخذ العلم عنهم؟ لا، غير صحيح، لأن الإشكالية أن بعض الناس يظن أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في قضية الأسماء والصفات فقط، وهذا غير صحيح. نعم يخالفون في الصفات، يخالفون في الصفات، لكن هناك أشياء أخرى يخالفون فيها. والنووي وابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى على منهج أهل الحديث، هؤلاء من علماء الحديث وهم على منهج أهل السنة، لكن في باب الصفات النووي بالذات وافق الأشاعرة في بعض أبواب الصفات، لكن خالفهم في جل الأبواب الأخرى، فلا يعدان من الأشاعرة، ولكن يقال أنه فيه أشعرية ولا يقال له أشعري. أحسن الله عليكم. على سائل يقول: كثر الكلام عن الإمامين الجليلين
الحافظ ابن حجر والنووي فيما وقع فيه من أخطاء؟ والله الصحيح أنه ما كثر الكلام، لكن كثر الكلام ما كثر. هل ترى أن هذا مستفيضا في من جاء بعد ابن حجر والنووي من العلماء أنهم اشتغلوا بتعيين هذين الرجلين وما هي حالة؟ ما أحد تكلم، لكن جاء قوم فالتفوا التفافا معينا وكثروا الكلام في هذين الرجلين. وإلا إذا قيل كثر معناه أنه من جاء بعد ابن حجر وبعد النووي من العلماء قضية ابن حجر دائما أمامهم، لا بد يعلق على، ما في أحد تتبع قضية ابن حجر هذه. ثم أن الأخ الذي يسأل مع الاحترام لسؤاله والتقدير لسؤاله وليس الجواب يوجه إليه، إنما يوجه لمن كان على هذه الحال. ابن حجر والنووي ليس لهم اختصاص، بمعنى أن الحالة التي عليها ابن حجر والحالة التي عليها النووي، ابن حجر طبعا أقرب وأكثر تقيد بالنصوص والآثار وأسلم من المادة الكلامية من النووي رحمه الله، وفي كل خير. القصد أن هذين المثالين هما شافعيان كما تعرف، لهما مثال كثير في الشافعية، يعني أمثال ابن حجر في الشافعية كثير الذي متأثر وهو أثري في الجملة. أمثال النووي في الشافعية كثير، بل وفي الحنابلة وفي المالكية وفي الحنفية. فإذا ما معنى التخصيص لهذين؟ إنما قد يكون موجب التخصيص أنه شرح البخاري ومسلم، هذا أمر ليس موجب للتخصيص، فإن الكلام في الديانات واحد. فالقصد أن قول الأخ كثر، أنا أقول إن شاء الله أنه ما كثر، والحافظ إمام وحافظ ومجتهد إلى آخره، لكن ليس محققا في باب الأسماء والصفات. والنووي كذلك ليس محققا، وعنده تقصير أشد من تقصير الحافظ ابن حجر. إذا قيل أين نضعهما؟ قيل هذه المسألة أساسا ليست من ما كلف الإنسان به، أين يضع الناس في اليمين أو الشمال، هذا فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا حكم الله، وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال هذه أحكام الله. الرجل بظاهره النووي وابن حجر من أهل السنة والجماعة، متأثرون بالأشعرية ومتأثرون، لكن ليسوا أشاعرة. الأشعري الصرف أمثال محمد بن عمر الرازي، أمثال أبي المعالي الجويني، الذين نصبوا نظما كلاميا مضطردا للأصول الأشعرية وخالفوا بها إجماع أهل الأثر. نعم. وأشبه ذلك، فتحفظ حسناته. لكن هذا كان قبل الاطلاع على كتاب للنووي رجع فيه عن اعتقاده القديم، وهذا الكتاب هو جزء له في مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإنه صرح فيه بإثبات الصفات، وألفه في الرد على مقالة الأشاعرة في كلام الله عز وجل. وهذا الكتاب ثابت للنووي لا مطعن فيه، فإن له في الدنيا 3 نسخ، وقد طبع طبعتين كلاهما على نسخة وحيدة دون اطلاع كل واحد منهما على نسخة الآخر، والكتاب له 3 نسخ خطية. وقد صرح في آخره بأن طريقته هي طريقة أهل السنة والحديث. ومما يدل على هذا حال تلميذه علاء الدين بن العطار، فإن أخص تلاميذه له مصنف في الاعتقاد السلفي، فكأن هذا هو الذي عرف من المذهب الذي صار إليه، وهذه قرينة. فإن مما يدل على مذهب الشيخ مذهب تلاميذه المختصين به، وابن العطار أخص الناس بالنووي، فرجوعه عن ذلك ظاهر، فله أن يقال في حقه إمام باعتبار ما صار إليه رحمه الله تعالى. الآن شيخ مصطفى هناك مجموعة من المشايخ يكفرون الإمام النووي وابن حجر العسقلاني، فكيف ترد عليهم؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإمام النووي إمام، والإمام ابن حجر إمام، وإن كانت أقدامهما قد زلت في بعض التأويلات لبعض الصفات، لكن هذا لا يخرجهم أبدا من الدين أبدا على الإطلاق، بل إمامان عالمان استفدنا منهما استفادات عظيمة، واستفاد منهما المسلمون. نعم، أخطأ الإمامان في بعض التأويلات لمسائل الصفات، فيؤخذ منهما ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ فيه. بارك الله فيك. مثلا النووي رحمه الله له رسالة طبعت مؤخرا بعنوان جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحرف والصوت، لنستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى. يقول: ونحن من ديننا، يقول النووي رحمه الله، ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال
وقوله فيه وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. نقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف يشاء، لقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأشباه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح. ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه، ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال أأمنتم من في السماء، وكما قال إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما في حديث سوداء أريدت أن تعتق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ربك؟ فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلا سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيا إله السماوات والأرض، الكلام لا يزال للنووي رحمه الله، فيا إله السماوات والأرض ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن، وأنت الرقيب على كل متحرك وساكن. أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.